أهلا بيكم في قناة فهمناكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والشير عشان الكل يستفيد. وأهلا بيكم في المحاضرة الثالثة في الإنجليزي. النهاردة بقى هنغوص في حتة مهمة قوي، التفكير النقدي اللي بنحتاجه عشان بجد نتقن اللغة. الموضوع مش مجرد حفظ قواعد وخلاص، لأ، إحنا هنفهم المنطق اللي وراها وهنكشف أسرار تخلي كلامنا طبيعي ومحترف أكتر. جاهزين؟ يلا بينا. طيب خلونا نبدأ بسؤال محير، سؤال أكيد جه في بال ناس كتير مننا. إزاي يعني اللي بيتكلموا إنجليش بيقولوا homework عادي بس مستحيل نسمعهم بيقولوا homeworks؟ إيه الحكاية؟ السؤال ده بالذات هو مفتاحنا لواحدة من أهم القواعد اللي هنتكلم عنها النهاردة. دي بقى خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بتحدي القواعد، بعدين ندخل في فن المقارنة والأزمنة، وهنعرف إزاي نفرق بين الروتين والاستثناء، وفي الآخر هنتكلم عن المصطلحات اللي بتدي لكلام روح. يلا بينا على أول محطة. يلا بينا نبتدي بأول جزء، تحدي القواعد. بصوا، فهم القواعد الأساسية دي هي بالظبط أول خطوة عشان نتكلم بثقة. وهنا بقى تيجي إجابة اللغز اللي بدأنا بيه. كلمة homework دي تبع عيلة خاصة كده من الأسماء في الإنجليزي، عيلة ملهاش صيغة جمع، يعني الكلمات دي دايما بتتعامل معاملة المفرد حتى لو قصدنا بيها حاجات كتير. شوفوا معايا الجدول ده، هيوضح الفكرة قوي. كلمات زي information، advice، وحتى money وmusic، كل دي في نفس الخانة. عشان كده غلط خالص إننا نضيف لها S في الآخر. يعني مثلا بدل ما نقول advices، الصح نقول a piece of advice أو some advice. خدوا بالكم، النقطة دي بجد بتفرق في مستوى اللي بيتكلم. تمام قوي. نخش بقى على الجزء التاني ونشوف إزاي القواعد دي بتساعدنا نعبر عن نفسنا بدقة أكتر. هنتكلم عن فن المقارنة واستخدام الأزمنة الصح في مكانها الصح. اللي عجبني في السلايد دي إنها مقسمة الموضوع جزئين. على الشمال بتورينا التركيبات نفسها، يعني إزاي نبني جملة مقارنة زي مثلا more interesting than أو is not as hard as. وعلى اليمين بقى بتدينا عبارات جاهزة نبدأ بيها الكلام وإحنا بنقارن، زي in my opinion أو in contrast to. الطريقة دي بتخلي كلامنا منظم ومقنع. طيب سؤال تاني مهم، إيه الفرق الحقيقي بين لما أقول did you eat dinner ولما أقول have you eaten dinner؟ ما الاتنين بيسألوا عن العشاء صح؟ لا، في فرق، واستخدام كل واحدة منهم بيعتمد على التوقيت. تعالوا نشوف إزاي. هنا بقى الخلاصة. ال past simple أو الماضي البسيط بنستخدمه لما نتكلم عن فعل خلص في الماضي، انتهى تماما. لكن ال present perfect أو المضارع التام بنستخدمه لما الفعل حصل في الماضي بس الفترة الزمنية اللي بنتكلم فيها لسه ما خلصتش. يعني مثلا لو الساعة لسه 9 بالليل ممكن أسأل have you eaten dinner لأن الليل لسه ما خلصش. نتنقل لنقطة تانية مهمة جدا في كلامنا اليومي. إزاي نوصف الحاجات اللي بنعملها كل يوم وفي نفس الوقت نقول إن النهاردة في حاجة مختلفة بتحصل؟ التركيبة دي بصراحة عبقرية. فكرتها إننا بنستخدم زمنين في جملة واحدة عشان نوصل المعنى ده. الأول هو ال present simple زي I usually drive، وده عشان نوصف الروتين العادة بتاعتنا. وبعدين نستخدم ال present continuous زي today I'm walking عشان نوصف الاستثناء اللي بيحصل النهاردة بس. وهنا الصورة بتوضح الفكرة أكتر. خدوا بالكم من الكلمات المفتاحية. كلمات زي usually أو often دي علامات الروتين فبيجي معاها ال present simple. وكلمات زي today أو now دي علامات الاستثناء فبيجي معاها ال present continuous اللي فيه ing. ولما نربط بينهم بكلمة but المعنى بيبقى واضح زي الشمس. تمام قوي. كده إحنا اتكلمنا عن هيكل اللغة والقواعد الأساسية. دلوقتي بقى يلا بينا نسيم القواعد شوية ونروح لعالم تاني خالص، عالم بيدي للكلام حياة ولون وطعم، وهو عالم المصطلحات أو الإديومز. طيب إيه هو الإيديوم ده؟ ببساطة شديدة هو تعبير بنستخدمه كتير بس معناه ملوش أي علاقة بالترجمة الحرفية لكلماته. يعني زي الأمثلة عندنا كده، هي اختصارات ذكية بتوصل أفكار كبيرة، والأهم إنها بتخلي كلامنا طبيعي أكتر زي ما أهل اللغة بيتكلموا بالظبط. تعالوا ناخد كام مثال بسرعة. أول واحد no pain no gain، وده معناه بسيط ومباشر، مفيش مكسب من غير تعب. يعني ممكن نقول I have to study all weekend but hey no pain no gain. المصطلح اللي بعده feeling under the weather، ده تعبير منتشر جدا ومعناه إن الواحد حاسس إنه عيان أو تعبان. يعني بدل ما نقول I'm sick الأشيك إننا نقول I can't come to work today I'm feeling a bit under the weather. نيجي للي بعده take it with a pinch of salt، ده بنستخدمه لما بننصح حد إنه يسمع الكلام بس ما ياخدوش على إنه حقيقة مسلم بيها، يعني يشكك فيه شوية. يعني لو حد قالك إشاعة ممكن ترد وتقول That's interesting but I'll take it with a pinch of salt.
طيب وفيس the music دي معناها إن الواحد لازم يتحمل نتيجة أفعاله، خصوصاً لو كانت غلط. يعني مفيش هروب، لازم يواجه الموقف. زي المثال ده: You broke the vase, now you have to face the music and tell your parents. وده بقى من أشهر المصطلحات اللي ممكن نسمعها. piece of cake معناه ببساطة إن الحاجة دي سهلة جدا، زي ما بنقول سهلة زي أكل التورتة. حد يسألك عن الامتحان ترد وتقول Oh, it was a piece of cake. وبكده نكون وصلنا لآخر جزء معانا النهاردة. تعالوا نلخص بسرعة أهم النقط اللي اتكلمنا فيها، الأدوات اللي هتساعدنا نرفع مستوى اللغة بتاعتنا. يبقى الخلاصة إيه؟ أولاً، إتقان المقارنات بيخلي رأينا ليه وزن ومفصل. ثانياً، استخدام الأزمنة الصح زي الماضي البسيط والمضارع التام بيخلي كلامنا دقيق. ثالثاً، الدمج بين المضارع البسيط والمستمر بيخلينا نعرف نوصف الفرق بين العادة والاستثناء. وأخيراً، المصطلحات دي البهارات اللي بتدي للكلام طعم وتخليه طبيعي أكتر. وهنختم كلامنا بمقولة بتستخدم مصطلح مشهور: I have done all I can, the ball is in your court now. معناها أنا عملت كل اللي عليا والكورة دلوقتي في ملعبكم. ودي رسالتي ليكم، إحنا شرحنا الأدوات ودلوقتي الدور عليكم إنكم تاخدوها وتستخدموها وتمارسوها. بالتوفيق.